أمير المؤمنين والرئيس المالي يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بباماكو. جلالة الملك يترأس مرفوقا بالرئيس المالي حفل وضع الحجر الأساس لتشييد مصحة عصرية ويسلم هبة لمربي الماشية الماليين. المغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال تتفق في باريس على تنسيق استراتيجيتها لمراقبة الحدود في إطار محاربة تهريب المخدرات. أشغال تشييد مصحة عصرية ومندمجة للرعاية ما قبل الولادة. وستستفيد من هذه المصحة التي ستتكفل ببنائها مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة على مساحة إجمالية تبلغ 5 هكتارات، هي هبة من دولة مالي، ضمنها 7270 متر مربع مغطاة. ستستفيد منها ساكنة مدينة باماكو والمناطق المجاورة لها. وتهدف هذه المصحة من مستوى عال التي ستشكل نموذجا بالنسبة لمستشفيات الولادة في منطقة باماكو إلى تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لفترة ما قبل وبعد الولادة من الدرجة الثالثة، والتكفل بحالات الحمل المستعصية والتقليص من حالات وفيات الأمهات والرضع. وستوفر هذه المؤسسة الصحية التي سيكلف إنجازها غلافا ماليا بقيمة 105 ملايين درهم العديد من الخدمات، تشمل بالخصوص العلاجات المكثفة والإنعاش بالنسبة للأمهات وإنعاش الأطفال حديثي الولادة، خاصة الحالات الخطيرة التي تتطلب الحاضنات الاصطناعية. وفيما يتعلق بقسم الكشوفات سيتم تزويده بجهاز للفحص بالأشعة وآخر للفحص بالأشعة عبر الموجات فوق الصوتية، وجهاز سكانير وآخر لتصوير الأوعية، ومختبر متخصص، وجناحين للعمليات، و4 قاعات للتوليد، وقاعة لاستقبال الأسر المرافقة، ومرافق إدارية. وستصل الطاقة الاستيعابية لهذا المرفق الصحي الهام ما مجموعه 74 سريرا، كما أنه سيجري 500 عملية ولادة سنويا مع إمكانية إجراء 200 عملية قيصرية واستقبال 1400 حالة سنويا في قسم العناية المركزة والإنعاش بالنسبة للأمهات، وكذا 470 حالة من حديث الولادة وإنعاش الرضع. وسيتم إنجاز هذه المصحة في ظرف 18 شهرا، وسيسهر على تقديم الخدمات بها طاقم يتكون من 277 مستخدما، من ضمنهم 164 إطارا طبيا وإطارا طبيا موازيا. كما أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بفخامة الرئيس المالي السيد إبراهيم أبو بكر كيتا على تسليم هبة هي عبارة عن نطف للتخصيب الحيواني لفائدة مربي الماشية بجمهورية مالي. وتتكون هذه الهبة التي منحتها مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة من 125 ألف نطفة للتلقيح الحيواني، وكذا معدات للتخصيب الاصطناعي تشمل 5 صناديق للتخصيب الاصطناعي و5 حاويات لتخزين النطف مع 6 أوعية. وتشمل هذه المعدات أيضا 5 حاويات لتخزين النيتروجين السائل، و200 ألف قفاز للفحص، و100 ألف أنبوب للتخصيب الاصطناعي. وسيتم إنجاز برنامج التخصيب الاصطناعي الذي تصل كلفته المالية إلى 3 ملايين درهم من طرف فريق مغربي للمساعدة التقنية. ويتمحور التعاون المغربي المالي من أجل تطوير تربية الأبقار بمالي على 3 محاور، هي تكوين تقنيين في التخصيب بالمغرب،
وإحداث 5 مدارات للتخصيب الاصطناعي حول مراكز تجمع مربي الماشية، ودعم المنظمات المهنية من أجل تدبير برامج التخصيب الاصطناعي. وفي إطار تفعيل هذا البرنامج تم نقل نطف التخصيب الحيواني هاته التي تم إنتاجها بالمغرب تحت مراقبة بيولوجية وصحية مستمرة في حاويات إلى باماكو. وبمقتضى هذا البرنامج الهام سيتولى خبراء مغاربة تقديم الدعم لفائدة التقنيين الماليين في انتقاء الأبقار التي ستخضع للتخصيب والقيام بعمليات التخصيب الاصطناعي، وكذا تتبع الأبقار المخصبة. وعلى المدى المتوسط سيمكن هذا البرنامج من إنتاج أبقار من صنف فاء 1 وفاء 2 معدلة جينيا تكون في نفس مستوى وجودة الأبقار الموجودة في المغرب وكذا في أوروبا، والرفع من إنتاج الحليب وتحسين دخل المربين. مبادرة ملكية رائدة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية النبيلة، وامتنان وعرفان وشكر من شعب مالي لجلالة الملك حفظه الله الذي يحظى بتقدير كبير وحب عميق لدى شعب مالي الشقيق كقائد إفريقي يضع إفريقيا في صلب انشغالاته الأساسية وضمن استراتيجياته الإنسانية والتنموية. فالتزام المغرب مع مالي ومع إفريقيا التزام لا رجعة فيه. وزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لجمهورية مالي هي فرصة تاريخية ولحظة قوية مشهودة لانطلاقة جديدة لعلاقات ثنائية متجذرة مبنية على روابط قوية تجمع الشعبين الشقيقين لعقود خلت. وإرادة مشتركة لقائدي البلدين للمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب ومالي، والنهوض ببرامج التنمية البشرية المستدامة بما لها من أثر مباشر بتحسين ظروف عيش المواطن المالي وإضفاء دينامية قوية على علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف الميادين. المصحة العصرية للرعاية ما قبل الولادة وبعدها، والتي ترأس جلالة الملك مرفوقا بالرئيس المالي حفل وضع حجرها الأساس، تروم تقديم الخدمات والرعاية والتكفل بحالة الحمل المستعصية والتقليص من حالة وفيات الأمهات والرضع، كما سيتم تجهيزها بعدد من الآليات الطبية. هذه المؤسسة الصحية ستتكفل ببنائها مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة وبغلاف مالي يفوق 100 مليون درهم. روبورتاج عبد الرحمن الهلالي، عبد الكريم المغاري ورشيد رحماوي. بساكنة تقارب 2.5 مليون نسمة، تحاول المراكز والمؤسسات الصحية بالعاصمة المالية الاستجابة لحاجيات السكنة، خاصة النساء الحوامل والأمهات والأطفال. ورغم هذا المجهود فإن الخصاص يتزايد كل سنة في قدرة هذه المرافق الصحية في تغطية مختلف أحياء ومناطق المدينة. الكلمات لا تسعنا للتعبير عن الفرحة بقدوم ملك المغرب إلى بلدنا، كما أننا فخورون بما يقدمه من دعم ومساندة للشعب المالي وفي أمس الحاجة إليها. بالفعل نعاني خصاصا في عدد المستشفيات، وأنا سعيد اليوم بسماع أن مصحة ستبنى بهذا الحي الذي أقطن به. بناء المغرب لمصحة طبية بباماكو أعتبره تجسيدا ميدانيا لقيم الترابط والتضامن التي يحث عليها الإسلام، وأعتبر ذلك غير غريب عن المغرب الذي له علاقات تاريخية مع الشعب المالي.
أعتقد أن قيمة الإنسانية تكمن في الصحة. بدون صحة ليس هناك طعم للحياة. وهنا في مالي لدينا مشكل جدي، وهو مشكل قلة الخدمات الطبية، وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى مستشفى بمواصفات حديثة. ويعد الشروع في بناء مساحة للرعاية ما قبل وبعد الولادة أحد سبل المساهمة في الرفع من مستوى الخدمات والرعاية الطبية للأمهات والرضع. المستشفى غادي يتكلف بهذه الامهات اللي ما تيقدش عليهم اليوم المستشفيات الاخرى ديال باماكو. 5000 ولاده كل سنه، 40% ديال عمليات سيزاريان، يعني 2000 سيزاريان كل سنه، وتقريبا 500 طفل كل سنه اللي غادي يقبلوا من المستشفى في العنايه المركزه. هذا الإنجاز سيواكب السياسة التي تنهجها وزارة الصحة في مجال الصحة العمومية. المستشفى سيتكفل بالأطفال حديث الولادة والولادات المتعثرة والمعقدة. مؤسسة عصرية لصحة الأمهات والرضع تتوخى تحقيق عدة أهداف. الهدف الأول هو تقليص وفيات الأمهات والأطفال والمواليد. الهدف الثاني هو التكفل بالولادات المستعصية والصعبة، لي غروسيس ا ريسك لي غروسيس ا ريسك، وأخيرا التكوين المستمر. العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتضامنية بين المغرب ومالي تتعزز مرة أخرى من خلال هذه المساحة القريبة من حاجية ساكنة العاصمة والمناطق المجاورة لها، والتي ستعمل على التقليص من حالات وفيات الأمهات والرضع. أما هبة جلالة الملك حفظه الله لفائدة مربي الماشية بمالي فستمكن على المدى المتوسط من إنتاج أبقار من نفس مستوى وجودة الأبقار الموجودة في المغرب وأوروبا، كما أن برنامج التخصيب الاصطناعي سيساهم في الرفع من إنتاج الحليب وتحسين دخل المربين. عن الواقع الإنساني للهبة الملكية على الساكنة المالية نتابع روبورتاج عبد الرحمن الهلالي، عبد الكريم المغاري ورشيد رحماوي. أهمية قطاع تربية المواشي والزراعة بجمهورية مالي تبرز من خلال اعتماد حوالي 80% من الساكنة النشطة على هذا القطاع في توفير متطلبات العيش ومداخل القارة. وفي إطار التوسيع من مجالات التعاون بين المغرب ومالي تم وضع عدد من مشاريع لتطوير القطاع الفلاحي والإنتاج الحيواني بمالي. هذه هبة من يعني مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة اللي غادي تهم واحد التلقيح الاصطناعي 125 ألف دوز. هذه 125 ألف دوز في إضافة 4 السنوات المقبلة إن شاء الله غادي يمكن تعطي واحد 60 ألف بقرة فيها النص ديال اللحم واللحوم الحمراء والنص اللي هي ديال الحليب، وغادي تخلي أنه الإنتاج الحليب اللي اليوم يعني الطاقة يعني اللي كيصنعوه هنا في المالي هي 2% تقريبا ديال السوق، انها تمكن تمشي حتى ل 15-20% في 4 السنوات المقبله. هذه المساعدة لفائدة مربي الماشية بمالي ستتعزز من خلال إشراف خبراء مغاربة في دعم التقنيين الماليين لانتقاء الأبقار التي ستخضع للتخصيب. Nous sommes très contents aussi, nous les éleveurs, d'après ce qu'il nous a fait. J'ai commencé l'élevage à bas âge. En ce moment, nous ne produirons rien, un peu. Mais à Dieu merci, l'insémination artificielle, à cause de ça aujourd'hui, nous produirons du lait. Je lui remercie infiniment, vraiment. Nous sommes contents de tous les éleveurs du Mali ici, nous sommes contents de recevoir Sa Majesté le roi du Maroc. Les professionnels marocains qui ont accompagné nous ont pris en charge directement. Et déjà, ils nous ont montré tout le service qu'ils pouvaient nous fournir avec ce don. Ils disent que ce n'est pas un don de matériel, c'est un don de tout, du début à la fin. Et nous espérons qu'avec ces professionnels, on était un peu stationnaire, qu'on pourra dans ces 5 ans essayer de faire honneur
et au roi, au peuple marocain et à tout le peuple malien à la fois. نقل التجربة المغربية في مجال تخصيب الصناع الحيواني سيتم من خلال مهنيين مغاربة حققوا نتائج هامة داخل المغرب. جينا باش نجيبوا كل التقنيه اللي هي موجوده عندنا في المغرب واللي مشينا فيها بالامام بفضل المخطط المغرب الاخضر. فاليوم حنا كنجيبوها وكنعطيوها ماشي فقط كعطاء كنعطيه، ولكن كنديروا تتبع تقني ميداني مستدام لمده 5 سنوات ان شاء الله. غادي نمشيو مع هاد المهنيين حتى يوصلوا على الاقل هذاك الشيء اللي وصلنا له حنايا، وظنيت بانهم عندهم الامكانيات وكانوا بحاجه لهذا الدعم هذا. فالحمد لله اليوم بانهم كنشوفوا بانهم ناس مرتاحين لهذا التعاون اللي نسميوه جنوب مرتاحين الخطوه صاحب جلاله نصره الله. هبة مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ستمكن في المدى المتوسط من توفير أبقار بجودة والرفع من إنتاج الحليب وبالتالي تحسين مداخل المربيين. بين المغرب ومالي علاقات تاريخية عريقة يكتسي فيها المجال الروحي والديني بعدا عميقا، فالروابط بين البلدين قائمة على القيم المشتركة التي ما فتئت تتعزز بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. عن الروابط الروحية والدينية بين المغرب ومالي نتابع ربورتاج عبد الرحمن الهلالي، عبد الكريم المغاري ورشيد رحماوي. في قلب العاصمة المالية وبأحد أحيائها الشعبية يتواجد أكبر المساجد في مالي، مسجد تاريخي ظل أحد المراكز التي حافظت على جوهر الإسلام السني المالكي الذي بقي راسخا في هذا البلد الإفريقي. الروابط الروحية والدينية بين علماء المغرب ومالي لم تجدها السنوات إلا رسوخا في ظل علاقات التواصل الممتدة بين شعبي البلدين. أماكن العبادة والمراكز الدينية في مالي ستظل شاهدا على استمرارية الروابط الدينية بين المغرب ومالي وعلى الدور الذي لعبه هذا البلد الصديق لنشر الإسلام المتسامح في هذه الربوع، وما شيده من بيوت يذكر فيها اسم الله ستبقى منارة للعلم ومحو آثار الجهل. barka do ala ka siran korota masake flamun be no sanno ala ka barka do la demna flani ko tiriya ala ka tiriya sabatile ala ka barka do ala. J'ai beaucoup apprécié le comportement. نقدر كثيرا عادات وتقاليد الشعب المغربي منذ أمد معهم مرتبطون بالشعب المغربي منذ القدم. On aura beaucoup de temps à le faire. En tout cas, nous sommes très liés à ce peuple-là il y a très longtemps. مساجد باماكو ومراكزها الدينية تعد من الفضاءات الثقافية والعلمية التي تستقبل طلاب العلم، فهي مراكز توفر دروسا في مختلف المعارف الدينية من فقه وتفسير وحديث وسيرة نبوية. قبل منصور الذهبي إلى حضور منصور الذهبي إلى حتى الآن العلاقة كانت وطيدة، ونحن أدلة على ذلك أنه درسنا في المغرب. هذه الدراسة كانت على حساب المغرب. إذن فللعلاقة بين الدولتين استطعنا أن نذهب إلى المغرب وندرس هناك ونستفيد من الدروس المغربية. فالعلاقة من الناحية الإسلامية فيجمعنا مثلا مذهب واحد والمذهب المالكي، وطريقة تقريبا طريقة واحدة هي الطريقة التيجانية. وتشتهر جمهورية مالي بتعدد زواياها والتي بقيت قبلة للمريدين الذين اجتمعوا على ذكر الله واستحضار جوهر الإسلام في المحبة بين المسلمين. والتيجانية مصدرها ومؤسسها هو أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني الذي مرقده في فاس بالمملكة المغربية. إذن فهذه زاوية تابعة للزاوية الكبرى في بلاد المغرب. إذن نحن نجتمع يوم الجمعة في الهضرة
هذه الحضرة من أركان الطريقة التجانية. كل المريدين يأتون من كل فج عميق لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المذهب السني المالكي في مالي المبني على الاعتدال والتسامح والانفتاح هو الأساس الذي تنبني عليه حياة الماليين والذين حافظوا عليه على مدى عقود طويلة من الزمن. تعزيزا لهذه الوشائج وفي إطار المبادرة الملكية الخاصة بتكوين 500 إمام مالي، يستقبل حاليا مركز تكوين الأئمة الماليين بالرباط 106 إمام لتكوينهم، ويرتكز هذا التكوين على دراسة القرآن الكريم وعلومه ودراسة المذهب المالكي والفقه والمعاملات والسيرة النبوية وغيرها من المواد التي تكرس البعد الوسطي للإسلام. عماد أمس مير وفؤاد الحرش. دلالات قوية للمبادرة الملكية التي تعكس عمق العلاقات الروحية بين المغرب ومالي. مركز تكوين الأئمة الماليين بحي الرياض بالرباط تمت تهيئته ليستقبل أزيد من 100 إمام مالي. على مستوى المضمون العلمي أعدت الوزارة الوصية مشروع برنامج يرتكز على دراسة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والعلوم الشرعية واللغة العربية ومهام الإمامة وشروطها في سياق الثوابت الدينية في جمهورية مالي، ومن بينها التدريب على أساليب التبليغ باللغات المستعملة في مالي. الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد، والدراسة تسير بسلاسة والمدرسون ممتازون. حقيقة كل شيء يسير على ما يرام. أهم التكوينات التي نتلقاها هنا الدروس في اللغة العربية متمثلة في النحو والبلاغة، ودروس في الفقه متمثلة في الفقه المالكي، ودروس في العقيدة المتمثلة في العقيدة الأشعرية. المادة التي كلفت بتدريسها هي مادة الوعظ والإمامة والخطبة والوعظ، وهي مادة تطبيقية ولكن الآن في السنة الأولى في 6 أشهر الأولى نقوم بفرش نظري نتحدث فيه عن الإمام وعن الإمامة. قرار المملكة المغربية الاستجابة لطلب رئاسة جمهورية مالي المتمثل في تكوين 500 إمام على مدى 5 دورات مدة كل واحدة 2 سنين لقي صدى شعبيا واسعا في مالي ووقعا طيبا في مجموع بلدان غرب إفريقيا باعتباره بادرة تعاون في مجال حيوي غير مسبوق. التضامن والتكامل بين المملكة المغربية وجمهورية مالي موجود منذ قرون، وبفضل هذا التعاون قرر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس تكوين 500 إمام مالي بالمغرب وفق التعاليم الإسلامية الحقة. هذه البادرة يقدرها الماليون، وبهذه المناسبة أتقدم باسم حكومة وشعب مالي بالشكر الجزيل لأمير المؤمنين. له مهيرة ومؤهلات عظيمة أساسها الأخلاق النبيلة والقيم الفاضلة التي يتمتعون بها، لأنهم يعرفون حق المعرفة. تكوبات أطلق برنامجا لدراسة تاريخ مالي وجغرافيتها ومؤسساتها، بالإضافة إلى تاريخ الإسلام والعالم ودروس في حقوق الإنسان والإعلام وحساب الفلك وغيرها من الدروس المتعلقة بالشريعة الإسلامية. العمق الإفريقي كان ولا زال من الأولويات ضمن أجندة السياسة الخارجية للمملكة، وما السياسة المغربية الجديدة للهجرة إلا تكريس لهذا العمق بالنظر إلى عدد الأفارقة الذين استفادوا من هذه المبادرة الملكية. أدوما مينتا مواطن مالي تمكن بفضل السياسة الجديدة للهجرة من حصوله على بطاقة الإقامة، ما خوله الحصول على عمل القار بعد معاناة دامت قرابة 5 سنوات كان فيها في وضعية غير قانونية. بورتري بوجمع الحفاوي وسعيد الشخصي. من الأفارقة الماليين الذين قدموا إلى المغرب بحثا عن العمل، أدوما عاش 5 سنوات تقريبا في وضعية غير قانونية
الترحيل، لكن بعد حصوله على بطاقة الإقامة في المغرب كل شيء تغير بالنسبة إليه، فهو اليوم جد مسرور. الآن نحن أحرار، خاصة بعد حصولنا على بطاقة الهوية، وأنا معتز بهذه الهوية. شكرا للمغرب وشكرا لجلالة الملك. أدوم الذي عثر على عمل بالرباط يلتقي من حين لآخر بأصدقائه سواء من مالي أو جنسيات إفريقية أخرى. وبرومبا سيديبي واحد من هؤلاء الأصدقاء، يعيش في المغرب منذ أزيد من 4 سنوات بطريقة غير شرعية، ينتظر هو الآخر تسوية وضعيته القانونية. في السابق لم نكن أحرارا وكنا قلقين، خاصة عندما نكون في الشارع نلتفت يمنة حينا ويسرة حينا آخر، لكن الآن مع بطاقة الهوية أنا حر وأشتغل بطريقة قانونية. شكرا لجلالة الملك محمد السادس. إن عملية تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب ستستمر طيلة سنة 2014 وستشمل ما بين 25,000 و40,000 شخص، وأن المهاجرين الذين ستتم تسوية أوضاعهم سيتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون المغاربة. أشادت فرنسا اليوم بالدور الجد إيجابي والبناء والمهم الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لفائدة مالي، المحطة الأولى من جولة لجلالته تشمل 4 دول إفريقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن مسلسل إعادة البناء والمصالحة الوطنية هو مهم جدا حتى يمكن لدولة مالي أن تستعيد استقرارها، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه جلالة الملك محمد السادس في هذا الشأن. نبقى في فرنسا، وفي خلاصات اجتماع وزراء داخليتها اتفقت كل من فرنسا، المغرب، إسبانيا والبرتغال على تعزيز جهودها لمحاربة أكثر نجاعة لتهريب المخدرات وتسريع وسيلة تبادل المعلومات وتطوير المراقبة الأمنية. أنيسة بوماتي. بعد مرور سنة على إعلان الرباط، يجتمع وزراء داخلية كل من فرنسا، إسبانيا، المغرب والبرتغال في باريس لتقييم حصيلة الإنجازات وتحقيق الأهداف المتبقية بشأن مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والإرهاب والاتجار في المخدرات. محمد حصاد الذي يمثل المغرب في اجتماع مجموعة الأربعة تطرق مع محاوريه إلى الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل ضمان تنسيق كامل مع فرنسا، إسبانيا والبرتغال بهدف محاربة هذه الآفات عبر تبادل المعطيات بين المصالح الأمنية للبلدان الأربعة. بالنسبة إلينا إنه لمن الضروري توحيد جهودنا فيما يخص تبادل المعلومات ومكافحة هذه الآفات بغية محاربة مجموع هذه الشبكات، لما فيه طبعا مصلحة كل الدول والأطراف المعنية. وفي ندوة صحفية مشتركة مع نظرائه الفرنسي، المغربي والبرتغالي، أشاد وزير الداخلية الإسباني بالتعاون الفعال المغربي في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية. محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة وتضامنية. إن ضغط هذه الظاهرة يمس بلدان ضفتي المتوسط ومنها المغرب وإسبانيا وكامل بلدان الاتحاد الأوروبي، لذا أشدد على تغليب مبدأ التضامن المشترك في تدبير هذا الملف الشائك. يذكر أن لقاء باريس يأتي بعد اجتماع أول انعقد في يناير من العام الماضي بالرباط، التزم خلاله الوزراء الأربعة بمجموعة من الأهداف تهم قضايا الهجرة غير الشرعية، الاتجار في المخدرات ومحاربة الإرهاب.
أمير المؤمنين والرئيس المالي يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بباماكو. جلالة الملك يترأس مرفوقا بالرئيس المالي حفل وضع الحجر الأساس لتشييد مصحة عصرية ويسلم هبة لمربي الماشية الماليين. المغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال تتفق في باريس على تنسيق استراتيجيتها لمراقبة الحدود في إطار محاربة تهريب المخدرات.